مع نذكر بثلاثية بقت مولدوفا بالثانية والسبعين بهذه الطريقة. سلوفينيا كان لها ذلك، حيث في هذا اللقاء أن تخرج منتصرة بدلت كازا التي لعبت أدوار أهلة إلى يورو 2004 ذربكة الجماهير انت خصوصا سلوفينيا وأيضا كازاخستان، حيث سلوفينيا تبلغ سيسكو بادر بالتسجيل. تدخل جونيلي تشارلز، هذه مرتدة سريعة لإيرلندا والهدف، هدف يأتي لأصحاب الدار. إيرلندا تسجل من مرتدة توجها برايس 1-0 للمنتخب الإيرلندي. مرتدة كانت سريعة وبرايس في الوضعية الممتازة يفاجئ الحارس شمايكل مغيرا النتيجة. الأيرلندي المرتدات هنا ماكمينامينو الهدف الثاني تشارلز، جون إيلي تشارلز يستفيد من مجهود الرائع ماكمينامين البديل، هو من يصنع، هو من انطلق، هو من مرر. وبعد ذلك هي كانت من دول اللاعب الماس ولا 145 ثم بقى واثنين وثلاثة كرة من اللاعب في أولى والبحث عن الفوز التاريخي الأول وتسديدة وبيكفورد الثانية. الملحق الفريق اللي دايما متعود على الملحق صعد إلى نهائيات 2020 من خلال ملحق، وخرج في ملحق كان امام البرتغال المؤهل لكاس عالم 22 في قطر النهارده. على فكره يعني ذكرى العام الاول، ركنيه على القائم الاول، راسيه، التعادل. انجلترا تعود لان هاري كين شارك في اللقاء، هاري كين. ليه نقول ايه؟ نقول ثواني امامنا هو يعني في المسيرة الشامله. نذهب الآن إلى بايرن في ليفركوزن في ألمانيا، حيث المؤهلة إلى يورو 2024 في الطريق إلى اليورو. الطليان في ذكرى دي ماركو عرضية جول، قدم الأوكراني يسدد جانكوف الأوكراني يا دونا كثيرة جدا. كيزا عرضي كورة إيطالية، كيزا خرجت ما خرجتش، الضربة الأولى كيزا، كورة ممتازة في أخطر محاولات الطليان منذ البدايات. في 6 دقائق شد عندك كورة إيطالية، مودريك الهربة خطيرة تاع جول، لا جول مش منطالي، يلعب كورة باريلا، شوف الكورة، شوف التسديدة، شوت يا باريلا دينو باتشو. وذكريات ركنية المنتخب الإيطالي، رب الكونتراتات كورة للطليان روعة، يتقدم 2006 أرض الألمان، كورة ماتيراتسي الرابعة بالمونديال. هذه جول واللي يتفرج الآن على راسبادوري حط الكورة، هي راس. ذكريات السويد وبذكريات مقدونيا. الهدف أنطونيو كونتي من الجنربة، الدخلة العرضية إيطالي تقريبا في مثل تقربه من ألمانيا، عرض حضر الأوكرانيا إيطاليا، أوكرانيا سيسجل ضد شرار، حط الكرة جول مش ممكن. راسبادوري ضاعت، دارت فراتيزي الرجل الذي سيحسم في الإياب. شوف الأسيس بتاع كيزا، كرة كافيار يوصل كرة للمشوار عن طريق الطليان، ضربة جديدة مش ممكن دي ماركو. فما برشا تسرع نتيجة البطولة وقتها. الجول العرضية مش ممكن. كيزا يا راس ما ضيعش الجول يستحقوا هدف الحقيقة. فيها تحق في الشوط الأول، ستتعب وقد تخسر لأنه الضغط باش يكون أكبر على إيطاليا. هي بونجورنو يتصدى في ويمبلي ضد من زانيولي. شفنا الجيل يسرع، الكرة الأخيرة من بأنهم لم يسددوا. دي ماركو يمشي، دي ماركو شاط كورة 50 أوكرانية، عرضية إلى راسية لم تأتي، دفاعي هذه جول. مش ممكن بقطع النظر على تسلل الطليان والحسم. يسجل الان سكاماتشا هرب سكاماتشا، هو من باس كيس
كيزا يمشي، كيزا يمين بطلة العالم وبدا كيزا الهجوم والهربة والداخل. كيزا يشوط كرة ممتازة من كيزا. بنفيكا ليسبوا كرة ملفوفة دوناروما ترجع كيزا عرضية من دي لورينزو الراس يضرب الراس كاماتشا. شوف الكورة السيب بالدفاع انهم يلعبون بالنار. دي لورينزو كاد يحرقهم، دوناروما كاد يعيقهم ويضيعهم. ما هذا ما خروج وكرة تمشات الخروج والاقصاء. انها المعاناة يا ايطاليا، انها المعاناة يا ايطاليا. الكرة ترجع سكاماتشا كل ويقطع يريدون لا يلعبون وترجع يدخل سيغان كيف طاح كيزا يهرب يوسع كورة يمشي باش يسبق المدافع. كيزا سكافا الصلب سفاتوك كين ضربها في الدفاع. واحدة من بوليتانو ايطاليا والجول. هذه جول شاط الكرة موجود حدود الجزاء بين ثلاثة دقيقتين في الوقت البدل الضايع. يوزع يا ولدي وزع بينالتي ام لا بينالتي في الاتاك. اخر فرصة شاهد ما شافش حاجة. ممكن كريستان هي كده دي 800 بس من أول 870.